خبطوا بواحد الخبطه ما يزيدش يبين وجهه خلاص، خاصه وان السودان دخلت بقوه مع الجزائر وطالب عاجل وسرى، خاصه حتى الان في مجلس الامن في الامم المتحده بين المندوب الجزائري والمندوب السوداني والمندوب الاماراتي. قبل ما نبداو صلوا على النبي، ديروا لنا الاعجاب والاشتراك. اول حاجه راكم تشوفوا هذا التصعيد المهم الهام جدا من الجزائر في وجه الامارات، وبعد ما كسرت الجزائر هذاك حاجز الصمت وخرجت وسمتها بدويلة الامارات، الان السودان راهي تستنجد بالجزائر وتاكد بلي الجزائريين هما زعماء افريقيه وهما اللي ممكن اي ما راهمش معولين حتى على دوله مثلا تدعمهم خاصه في الامم المتحده كما الجزائر، لانه الجزائر عندها نفوذ قوي وعندها عضويه غير دائمه من المنتظر مازالت لها بضعه اشهر ثاني تستعملها الجزائر. هما راهم يطلبوا من الجزائر حاليا ومن المندوب الجزائري اسد دبلوماسيه عمار بن جمال باش يدير ضغوطات على المغرب وعفوا على الامارات وحتى المطالبات من الدبلوماسيه الجزائريه ككل باش تحرك يد بيد مع السودان ومع بقيه الدول اللي خلطت فيهم الامارات باش يحاكموها دوليا وباش ياخذوا منها تعويضات بملايير دولارات. يعني ايام كحله صراحه راهي تنتظر في الامارات، وخاصه انه المندوب الجزائري شحال من مره يرد بقوه على المندوب الاماراتي، والمره هذه المواجهه غير كل المواجهات، فيها مفاجات كبيره الايام القادمه، ويأكد لك بلي الجزائر راح ترد بشحال من طريقه. ماشي مثلا كاين اللي كان ينتظر باللي ممكن الجزائر تشد طيارات وتشد تربولات وتبدا تسير، نو الجزائر عندها سبل ضغط اخرى. قلت لكم الامارات جيت تبدا فيها تخلص، لهذا عندها الجزائر سبل اخرى، وربي يجعل الخير. مع السلامه.